الاسترس، ومين فينا حياته مش ستريسد؟ تعال اقولك في الفيديو ده الاسترس ممكن يعمل ايه في جسمك وصحتك. واستنى شويه كده، في اخر الفيديو هقولك ازاي ممكن نتعامل مع الاسترس بطريقه ما تاذيناش. طبعا اكيد عارف ان انا اول حاجه هقولها لك الايموشنال ايتنج. في ناس كتير وهي ستريسد ومضغوطه بتاكل وبلا وعي، ومش بيعرفوا يحددوا كميات ولا يختاروا انواع اكل صحيه. غير انه ممكن كمان بقى يسبب لك صداع مستمر، التهابات في المعده. ده غير كمان بقى ان ضغطك ممكن يعلى، مشاكل في النوم واضطرابات. وخد التقيلة بقى، مشاكل في القلب، سمنة، سكر، وأمراض مناعية. كل ده بس من الاسترس. انت ممكن ما تعرفش تهرب من الاسترس، ولكن تقدر تغير طريقة تعاملك معاه. من النصايح العامة اللي هتساعدك كتير جدا ان انت تتحكم في الاسترس بتاعك وما يأذيش صحتك: المشي والحركة باستمرار، وطبعا تمارين التنفس، وكنت عاملة فيديو كامل عن الموضوع ده. ومسؤوليتك اللي وراك: زق يمين، زق شمال، ووفر شوية وقت ليك في النص، حتى لو نص ساعة في اليوم بس. اليوجا، المساج، الحاجات دي هتساعد كتير. قعدة حلوة مع حد بتحبه، مع أصحابك، مع عيلتك، الحاجات دي بتفرق كتير. اكتب لي في الكومنتس بتتعامل ازاي مع الاسترس لما يكون شديد معاك.